لكم تحياتي لكم خوتي. المهم اليوم غنتكلم على واحد المعاناة تعاني من اللاعب ديال كمال الأزام أثناء مرحلة التنشيف. وغالبا الناس تركزوا على مرحلة التنشيف لأنها تكون أكثر جمالية للجسم، وبزاف الناس يفضلوا التنشيف على الضخامة. ولكن عنده واحد المعاناة فيما يخص الماكلة. يعني راه ما تياكل اي حاجه، وما تياكلش الحاجه اللي تتشهاها، تياكل على الحاجه اللي ما تتشهاهاش. يعني تلقاه في ألد حاجه بالنسبه للجسم ديالك وبالنسبه للشهوه ديال النفس ديالك، ما تتلبيهاش في مرحله النشافه. ما تاكلش الحاجه اللي تتشهاها وتجيك بنينه ولذيذه، تاكلها الحاجه اللي فوق نفسك، انت مجبر عليها، لان باش تحافظ على الرشاقه ديالك والنشافه ديالك. لكن تتحصل على جسم ربما داكشي علاش تشوف الناس اللي تيطلعوا لي كومبيتيسيون تتلقاهم يعني النشافه عندهم يعني في المستوى المطلوب، وتياخذوا جوائز وتياخذوا ميداليات. آه، مرحله الضخامه هي مرحله هي عندها ايجابيات ديالها. الجسم تيكون ضخم، اللي لبستيها تجي معاك، آه، وفيها واحد الحاجه اللي زوينه بالنسبه للنفس، هو انك تتاكل اللي كان، تتاكل الحاجه اللي تتشهاها نفسك. رفيسه، مرقه بالبرقوق، مرقه باللحم، مرقه باي حاجه، بطبوط، كريويسات، حليوات. مهم النفس ديالك ما تضيعهاش في هذيك المرحله. غير هو تتكون عندك الضخامه، لكن آه، تتفقد واحد الجانب ديال الجماليه، خصوصا على مستوى عضلات البطن. هذه هي علاش انا تكلمت على هذه، لانني انا حاليا عاطي على الماكل هاد الايامات. تنمتع النفس ديالي اللي طاحت قدامي، تنطحنها، تناكل على برا، تناكل في الدار. المهم شهوة النفس ديالي عاطي عليها. مالي انايا طالع لي كومبيتيسيون تنشارك دابا؟ ما تنشاركش. وقت ما شفت راسي يعني ها تولوا عندي طبقات في الكرش ديالي ولا الطبقات. لكن الملاحظ هو ضخامة في الجسم، والنفس ديالي متعة. تنشوف راسي يعني فرط بزاف في هاد المرحله هادي. وديك الساعه انا ريجيمي ونرجع. انا راه عندي واحد التصويره كنت نشفت بزاف، انا شفت بزاف لدرجه ان فعلا حصلت على عضلات باطن، حصلت على تفاصيل. ولكن تضعقت بزاف، تتلبس شي تريك وما تيجيش معاك. مشات لك الكتله العضليه بالعربيه، مشات لك الكتله العضليه. وهنا فين كاينه الوعوريه، هي في الناس اللي علاه تعطيهم جوائز وتعطيهم ميداليات وتعطيهم كؤوس. لان في المسرح ديال الاولمبياد تلقى واحد تبارك الله ضخم وناشف في نفس الوقت، علاه تيستحق ياخذ الجوائز وياخذ. هنا فين كاين الوعوريه، هما تجمع ما بين النشافه والضخامه في نفس الوقت، تكون ضخم وناشف. هنا فين كاين. دابا انا حاليا بغيت نريح راسي شويه ونرتاح مع نفسي. الصيف هذا ناكل اللي بغيت ونشرب اللي بغيت. ديك الساعه لا اللي فرط يكرر. وهذا سؤال لكم: شنو تتفضلوا نتوما؟ واش تتفضلوا النشافه ولا تتفضلوا الضخامه؟ كل واحد على حسب التوجه ديالو. وتحياتي لكم والسلام عليكم.